هلا وهلا، وشلونكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة وعافية ورزق يا رب. اليوم جيتكم فيديو جديد إن شاء الله راح يعجبكم. راح نجهز أنا وياكم طريقة عمل تبسي باذنجان. يعني كل أم بيت كل بنية أكيد تعرف تسوي، ولكن الطرق تختلف، الطعم يختلف، يعني سبحان الله من بيت البيت تختلف النكهات، مع انه هي يعني نفس المواد اللي احنا مستخدميها، كل بيت هو نفسها يستخدمها، بس صدق اذا قالوا عندي النفسيات تحكم، يعني من شخص لشخص نفسيته بالطبخ تحكم، وهو كل الاكل ان شاء الله طيب وماكو فرق. فيلا حبايب نبلش نجهز التبسي مالتنا. اول شي اني عندي الدجاج، قطعته وغسلته كل زين. وراها بلشت أخلي زيت شوية بالطاوة وحمسته كل زين، وضفت عليه كركم وملح فقط ومي، وقفته تقريبا 3 ساعة على نار عالية. وراها الثلث ساعة الباقية نصيت النار، وهمينات الاستواء يعتمد على كبر الدجاجة، كل ما كان وزنها أكثر كل ما كانت تحتاج وقت أطول للاستواء. وراها حبايب بلشنا نجهز الخضار. عندي هنا أني كل أنواع الخضار خليتها، بصل، فلفل، طماطة، بوتيتا، والباذنجان الأساس اللي هو حيكون الكمية مالته ضعف كمية باقي المواد. تمام. هنا أنا بلشت أقلي بالبوتيتا، أنا كثرت هنا بوتيتا لأنه أطفالي يحبون أكثر شي البوتيتا، يعني باقي المواد ما يحبوها، فكلها حتوقع براسنا أنا وأبو الجهل اللي راح ناكل باقي المواد، وتبقى لهم البوتيتا والمي والدجاج ياكلون. تمام. ومثل ما قلت لكم لازم بالبداية تقلون البوتيتا، لأنه الزيت إذا قليتوا الباذنجان بالبداية حيصير الزيت لونه يتغير، يصير على سواد. فأول شي البوتيتا وبعدين باقي المواد، وكلها نخليها بالتبسي. بين ما قليت الخضار هنا أني ركبت التمن، خليت مي يفور ويا ملح، وخليت عليه التمن المغسول والمنقوع تقريبا ربع ساعة. ورا ما صار واستوى بزلته وهدرته على نار ناصية. نجي حبايب نرجع للتبسي. أني هنا ورا ما كملت كل المواد واستوى الدجاج، آخر شي ضفت عليه الصلصة اللي هي عبارة عن معجون ومي، دبس رمان تقريبا ربع كوب، والشكر كلش أساسي. تمام. وضفت عليه وخليته تقريبا نص ساعة على نار وسط لحد ما استوى وصار بهالشكل هذا. جربوه حبايبي، كلش طيب ولذيذ. لهنا أنا حبايبي انتهى الفيديو مالتنا، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسون تخلولي لايك وتعليق ومشاركة حتى تكبر القناة بيكم. مع السلامة.